السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المطيري. اليوم جايبت لكم فكرة حلوة جدا رهيبة. هذه الفكرة تساعد على تنفيس النفس، وهذه الفكرة تساعد على الإنسان يطلع من جوه، والفكرة هذه كذلك تحقيق أمنيات. شنو؟ أنا أقول لكم شنو. مثلا في شاعر من الشعراء يعجبك، أو في مثلا فنان يعجبك، أو مثلا في شخصية سياسية تعجبك، أو مثلا في شخصية رياضية تعجبك، بس صعب التواصل معاه، يعني صعب انك توصل له، او حتى اذا في تواصل يكون تواصل بسيط ليس كثير. انا عندي فكرة حلوة اللي هي شنو هي؟ برنامج بالايفون او ينحط بالكمبيوتر. شنو البرنامج هذا؟ تاخذ صورة الشخص وتحطها داخل البرنامج، يصير البرنامج يتحكم بملامح شخص بحيث انه يتجاوب معك. يعني شلون مثلا تقول مثلا صباح الخير يرد عليك صباح النور، شلونك يقول لك بخير ولا الحمد. كذي يعني في تواصل. مثلا في اغاني، اذا انت تحب مثلا مغني تحط اغاني معينه يغنيها لك، او شعر معين يقول لك، فراح تكون جدا الفكرة حلوة. واكثر ما راح يستانس عليها الفكرة، يعني راح يستانسوا عليها المراهقين والشباب، لان راح يكون يجدون الاشخاص اللي يحبونهم يتواصلون معاهم. فراح تكون فكرة حلوة. عني انا احط الشيخ فزاع، اخليه كل صبح يقول قوة سلوى شلونك، اخليه يقول لي قصيدة احمر الورد، اخليه يقول لي قصيدة انا عند هقوتك. اذا تضايقت اي اشتكي له، صار وصار وسووا وحطوا وصار وصار، عاد يرد علي ما عليه صبري. الله شو من الدنيا. فزاع يقول لي صبري. كذي راح يعني تكون نوع من التخفيف، وتكون فكرة جدا جميلة، وأنا أتمنى تنفذ الفكرة هذه. صدقوني راح تكون فكرة جميلة وممتعة ممتعة ممتعة ممتعة.